بسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. ايه المفهوم الحقيقي للرعايه او المفهوم الحقيقي للكرازه او الرعايه؟ يعني ايه رعايه؟ واحد اب البيت يبقى راعي للبيت، واحد ناظر في مدرسه يبقى راعي للمدرسه، واحد مدير في مستشفى يبقى راعي للمستشفى، واحد وكيل وزارة التربية والتعليم يعني يرعى وزارة التربية والتعليم، واحد وكيل وزارة الصحة يعني يرعى وزارة الصحة في الحتة الفلانية إلى آخره. زمان كان في حاجة اسمها شيخ البلد، موجود لغاية دلوقتي في بعض الأماكن في حد شيخ البلد، يعني يرعى البلد. شيخ البلد كان في الدير هنا في الفترة السابقة كان الشيخ بسيط كان يرعى البلد تماما، سموه في أمريكا وكده العمدة بتاع المكان. المهم كل هذه رعاية. طب إيه المعنى الحقيقي للرعاية بقى؟ تدفئة أدفئ اللي حواليا. لو كنت راعي، لو كنت لما تيجي البنت تتجوز مش تتجوز واحد راجل عنده، لا، واحد راعي يعرف يدفي مش يبهدلها. الرجاله بتاعت الايام دي بيبهدلوا البنات، مش عارف هو الجواز يعني واحده بتتجوز مش لاقيه تاكل في بيت ابوها، يعني مش عارف. ده الكنيسه تقول له تكن لها عوضا عن والديها مكان بابا وماما. وحلو قوي لما الاقي واحده متجوزه كاتبه على جسم بابا وهو كاتب على تليفون مراته ماما. لكن اتنين متضايقين من بعض متجوزين، واحد كاتب على تليفون مراته جسمه ونصيب، والتاني كاتب عليه صليبي. يا صليبي يا عليه، مش راعي، مش راجل. هياله راجل يعني يتسلط لمن الراجل اللي يحوط عشان يدف. القديس أغسطين اللي بيتأمل في كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها. قال الدجاجة اللي تلاقيها هزيلة وتعبانة وصحتها مش على بعضها والجناحة بتاعتها مرخية يبقى عندها فراخ بسبب الفراخ اللي حواليها عشان تحوط بيها. كم مرة كنت تعرف ازاي ان الدجاجة دي عندها فراخ؟ لما تلاقيها ضعيفة وهزيلة. فبيجي المعنى الحقيقي والأسمى للرعاية أدفي. ولو وصلت إلى أعلى درجات النسك من غير تدفئة ولا انتفع شيء. وصلت إلى أعلى درجات النسك، إلى أعلى درجات النسك كما حكى على واحد من الآباء القديسين في البرية كان يجي أسد جنبه وينام جنبه عشان يدفئه. واحد من الآباء يقول أنا بتغطى ببطانية، والتاني يقول بتغطى بسجادة، والتالت يقول بحصيرة. والراجل القديس ده قال أما أنا يأتي أسد بجواري ينام بجواري فيدفئني. يا بس هو ده مش معنى الرعاية بقى. شوفوا بقى باقي الكلام بقى. ولكنني أعلم في يوم من الأيام ستأكلني الأسود، إن أخ طرق باب مغارتي وما فتحت اللهوش أكلته الأسود. ولكنني أعلم. يا ده في كثير من النساك بيكتفي أنه وصل لهذه الدرجة. ده منها القديس أنطونيوس قال بعض النساك منحرفون
يعرفون يعني عندهم نسك ما عندهمش حب، عندهم نسك بس ما عندهمش حب. الحب التدفئة بقى. أما لما يقولوا كنت جوعان فأطعمتموني، يعني الجعان أدفيه إن أكله، مش زي ما قال يعقوب الرسول تقول لهم إذا لقيت أخ وأخت عريانين وعطشانين اذهبا كلا واشربوا واستدفئا. غالبا الخدمة بتاعتنا كده يا جماعة، يمكن 99% من الخدمة بتاعتنا علمية. اذهبا وكلا واشربوا واستدفئا. الفئات اللي بينام بجواري، يعني أبونا ده مش بيتغطى بجلد النمر، لا بجلد الأسد. ولكنني أعلم في يوم من الأيام ستأكلني الأسود، لأن أخ انطلق باب مغارتي فتحت اللهوش قلته الأسود. يا جماعة الرعاية الحقيقية اللي في يدك في العالم وفي يدي في الكنيسة أدفي اللي حواليا. تعجبت في الكتاب المقدس لما لقيت ان داوود النبي اتجوز في سن مش عارف 75 سنة. ليه؟ عشان كان راجل عجوز ياخد واحدة قال تدفيه. يا سلام يا سلام. الرعاية الحقيقية دفع اللي حواليا. أنا مدير المستشفى ده في المستشفى، أنا مدير مدرسة ده في المدرسة. ده في واحد في شارع تلاقيه مدفي الشارع، أول ما حد يجينا يقول عندي مصلحة تعملها لي بيدفيني، أحس إن ليا شغل. يقول لهم أنتم فلاحة الله وإحنا شغالين على حسابكم، نحن عاملان مع الله، أنتم فلاحة الله. يا كل واحد في يده فينا يدافع اللي حواليه على كده ما يقدر. كل واحد فينا في يده يدافع اللي حواليه. الرعاية الحقيقية تدفئة اللي حواليه. ممكن واحد يبقى في العالم بيدفع اللي حواليه وواحد فينا في الكنيسة مش مدفع اللي حواليه. يبقى مين الراعي بقى؟ اللي بيدفع اللي حواليه. ربنا يسوع المسيح كان يجول يصنع خير، يدفي كل واحد. الست اللي ابنها بتاعت أرملة 2 ملك بتبكي ليه؟ في هذا من العزات قال لها بتبكي ليه؟ قالت له أنا كلمتها، قال لها أنا شغلتي كده، كل ما الاقي واحد بردان ده في بعض مننا يخلي المدفي يبرد. خلي المدفي يبرد. كل واحد فينا في يده. معلمنا بولس الرسول يقول لهم من يضعف وانا لا اضعف، من يعص وانا لا التهب. كنت بتكلم في القداس امبارح الخميس، امبارح الجمعة يوم الخميس، واحد من الولاد حبايبي، أسرة حبايبي يعني، بيعمل عملية زي كده. عملية زي تاخد ربع ساعة ثلث ساعة. قالوا لي ساعتين ما طلعش. قلت يا الوجعة. قلت لأمه ما تتشغليش، مش هطلع القداس يلا ما تطلع ولدك موضوع العملية. السلام يا سلام يا سلام. قداس ايه؟ قداس يا حبيبي كلها تعرف تعمل قداس، ده محفوظ. كلها تعرف تعمل قداس. قال لها مش هروح للقداس الا لما اطلع لك ولدك من اوضه العمليات. بعد 2.5 ساعة طلع. قالوا لي طلع. قعدت اشرط وابكي زي العيال الصغير. ليه؟ كنت خايف عليه هيموت. قعدت اشرط وابكي مع نفسي. الكرازة الحقيقية مش وعظ ولا ابن كنيسة، لا. الكرازة الحقيقية اللي بابا في البيت مش يلبس بنته لا ولا يعمل لها شقة ولا لا، يطبطب عليها، يدفيها ويدفيه
مظالم الشباب. لما تلاقوا بنت تايهه على الفيسبوك، سبب ايه؟ بابا وماما وابونا. تروح يا عيني تلاقي واحد مش عارف اسمه ايه، يقول لها بحبك، تصدق ليه؟ عاوز احدف فيها. كل واحد فينا يحب بكلمه بحبك. الرعايه الحقيقيه ادف اللي حواليها. مش ضروري تبقى كاهن من الكهنه، مش ضروري، بس دف اللي حواليك. ضروري تبقى كاهن. احيانا الواحد يتكسف من الحيوانات، بتدفع عيالها. ده القطه حيوان اليف، اول ما تولد تبقى مجنونه. ليه؟ عشان تدفي ولادها. محدش يقرب ناحيه ولادها، محدش يقرب ناحيه ولادها. لما واحد يكون مشتوت كده ومجنون يقول عامل زي القطه الوالده. عشان ايه؟ عشان بيدفع حوالي ولادها. الواحد يتكسف من الاسد، انثى الاسد، عشان لفظها ما بحبوش. انثى الاسد تنام عشان اطفالها يرضعوا منها. والنهارده واحده بتكلمني بتقول لي ابوهم عامل لهم رعب للولاد، اول ما بابا يجي يروح يا ماما بابا جه بابا جه. طب ايه المشكله؟ هو بابا ولا ماما؟ ده لو كان مأمور المركز مش كده، هو بابا ولا جلاد؟ بابا جه بابا جه. طب يا عم يجي. كنت في القاهره وفي بنت كانت زغنطوطه، وكانت واخده مني ان في بابا حلو كده يجي معاه الشوكولاته، واول ما يجي يقولوا بابا جه بابا جه. والبنت قاعده باصه فيا كده، فتتتها بقول لها مالها مستعجبه ليه؟ قالت لي اصل بتقول لي هو ده بتاع بابا جه. ده في يا حزني 90% منهم ما بيدفوش. أما في البيت مفكر ان الرعايه ان يجيب لهم ياكلوا ويشربوا ويعمل لهم عمل. لا، مين قال؟ وابونا اللي في الكنيسه مفكر انه يوعظ عظه ويناول مناوله ويعمل اسرار الكنيسه. لا، مين قال يا حبيبي؟ لا يا حبيبي، كنت جوعان فطعمتموني وكنت دفي. الرعايه الحقيقيه دفي اللي حواليا. كل واحد فينا في يده، سواء كان كاهن ولا مش كاهن، في يده. سواء كان كاهن او مش كاهن يدفي اللي حواليه. الرعايه الحقيقيه يدفي اللي حواليه. دكتور، مدرس، اي حاجه. ده افتكر كنا بنتكلم على الخادم الحقيقي. بلد من البلاد في الصعيد عاوزين الخادم الحقيقي، وفلان قال انبا فلان، وفلان قال ابونا فلان، وده قال الخادم فلان. وقامت واحده اتصلني قالت عم زكريا، شاف اسمه زكريا. ايه مين عم زكريا؟ قال ده الراجل السواق مع عربيه بياخدنا من القريه يودينا الكنيسه. ده هو الراعي الحقيقي اللي بيودينا الكنيسه. ده تصير بيقول كده. قام ابونا قال وانا ابونا كان برضو انا عم فلان، ده شاف اسمه زكريا مين، وكان موديني. قام سيدنا قال وانا كان يوديني. وطلعت الكنيسه كلها الراعي الحقيقي بتاعها عم السواق، مش الواعظ يا عمري، مش الخادم يا حبيبي، مش الكاهن الرعنية. امال مين اللي بيدفي؟ حكيت لي واحده من الستات في نجع محمد من اخواتنا المسلمات، ابنها راجل مدير في الازهر، قال لي امي في علاقه كبيره بينها وبين انبا شذر اسمه متوحدين. وكانت مره قاعده من 50-60 سنه قاعده على الطريق منتزه عربيه، هو كان صغير معه. قالت له يا ابو شنودي حاسبنا في السخونه. ده حاجات عربيه على طول. قال امي اول ما تقول له ابو شنودي يجي لها على طول. بتتدفى بانبا شنودة. والنصارى ما بدها ياخد ده. وبعدين يا جماعه في العيشه اللي احنا عايشينها حرام علينا كده. انا هذا كنا بنتكلم على واحده ست موجوده في كوخ وفي عيد الميلاد،
وابونا بتاع الكنيسه بيروح يفتقد، وهو والخادم الموجود معاه. بقى جاء اخر النهار قال له خلاص القداس جرب، بس في كوخ موجود هناك. قال له ما في واحده ست مقعده هناك، ما نروحش. ما نروحش. راح خبط على الباب، فتحت له الست هي المقعده. قالت لهم ده قبل انتم ما تيجوا ابني سابني ومشي عشان والنهارده عيد، وانا بصيت له الصوره بتاعت الست العذراء ام النور شالها ربنا يسوع المسيح، فبصيت له هو ربنا يسوع المسيح وقلت له بكره العيد ومحدش جاب لنا ولا حاجه. انت يا رب نسيت الغلابه ولا ايه؟ يا ولد انت يا رب نسيت الغلابه ولا ايه؟ قالت له خدت على خاطر نزلت لي دمعتين كده. فنزل من يدين الست العذراء ام النور ومسح لي عينيا وقال لي كل سنه وانت طيبه. والبخور بيجي بتاع ربنا يسوع المسيح. قصه حقيقيه في الصعيد قريب، مش قالت لهم اول ما فتح ما مسح لي الدمعتين والبخور بتاعه والنور خبطتوا انتوا عشان يقول لها خدت العيد، عشان بتقول له ايه يا رب يا رب انت تلغي نسيت الغلابه ولا ايه؟ الرعايه الحقيقيه. بص يا جماعه، حاول تكون مقبول عند ربنا، دور على ناس دفيها بس بطريقه صحيحه مش بالخطا. يعني ما يجيش واحد يقول لي يهوذا اعمل اللي عاوز تعمله، لا لا طبعا طبعا لا. ربنا يسوع المسيح قال له يا صاحب لماذا جئت؟ مش دفيه دفيه. ده في يوحنا 13:34 يقول لهم وصية جديدة أعطيكم، وصية جديدة أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. وصية جديدة؟ جديدة. طب ما كانت أول وصية تقول حبوا، لا وصية جديدة. إيه الوصية الجديدة؟ أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. في واحد تقول له على خدمة يقول لك تحت أمرك، تحت أمرك، خدمة تحت أمرك، أمرك زي ما تقول. ده صمويل النبي يقول لهم كيف أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة من أجلكم. ده خطأ مننا إحنا لو ما صليناش من أجل الشعب، ده خطأ. كيف أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة. الرعاية الحقيقية كل واحد يدور على شوية الناس حواليه، وبعد كده تعمل إيه؟ تدف مراتك، مش تجيب لها 10 كيلو لحمة، لا لا، قول لها كلمة حلوة، قول لها كلمة كويسة، قول لها كلمة كويسة. برضه ترضي جوزك تقولي له كلمة كويسة. بيقول له واحد بيقول له مراته كل شوية تقول لي هات هات هات، تعباني في هات هات هات. قالت له خد البوتاجاز صلحه، هات هات على طول، هات على طول. ده في ست جميلة جدا يدخل راجل في البيت تقول له مفاجأة الولد جاب كذا والبنت عملت كذا. وفي ست نكدية. الرعاية الحقيقية أداة اللي حواليا، مش هنراقبهم. الأصولتي الريسبونسابيلتي، ربنا ادانا المسؤولية السلطة عشان المسؤولية، لكن أعمل إيه؟ أداة اللي حواليا. لو كنا بنتكلم عن البابا كيرلس ربنا يطول عمر سيدنا البابا تودس، لما بيقول لابونا يونس كمال وريني الجوابات اللي عندك، وابونا يونس كمال يجي فيه جواب فيه شتيمه، راح حطه في الدرجه كده، جاب في قال له ايوه يلا. بعد ما خلص قال له هات نحل يا ابني، قال اجيب لك بلح يا سيدنا، قال له نحل ليه؟ يجيب لك رمان يا سيدنا، قال له اللي حطيته هنا ده ايه؟ قال له ليه ده يا سيدنا؟ قال له جواب بين عنوانه هات هات. طلع جاب فيه شتيمه.
يا بيحلي بالجواب اللي فيه شتيمة. امال ايه؟ يدفع الكل. مريم تقول له اذا كنت انت البستان يقول لي، يقول يا مريم، وتوما يقول له حط صبعي في يده، يقول له يا توما هصبعك وحطه. ربوني تفسيره يا معلم، ربي وإلهي. والقديسين غالبا القديس أغسطينوس يقول حط في ذهنه بالناسوت انه حط يده صبعه في يده، ولكن من عظم اللاهوت ما عرفش يحط يده. حطه فين؟ حطه فين؟ الرعاية الحقيقية أدفي اللي حواليا. كم واحد حواليا مدفيه، وكم واحد ده أحيانا يهمني أمري مش أمر اللي جنبي. أحيانا يهمني أمري مش أمر اللي جنبي. يقول لهم وصية جديدة أعطيكم. إيه الوصية الجديدة؟ أن تحبوا بعضكم بعضا مش زي ما بتحبوا، كإذا ما حببتكم أنا. أصل قديما يقول حب قريبك وابغض عدوك، أما أنا فأقول لكم حبوا أعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم. أحيانا بنت صغيرة كده أو ولد صغير يدفي اللي حواليه، وراجل كبير ما عارفش. أنا مش عارف إيه مفهوم الرجولة، مش فاهمها. هل الرعب؟ ما له. أمال إيه؟ لا دفي. الرعاية قال لهم وصية جديدة. إيه وصية جديدة؟ غير الوصية بتاع زمان. الوصية بتاع زمان حب قريبك وابغض عدوك، لكن أنا لا، حبوا أعداءكم باركوا لعنيكم. يقول له قال يلا نحل يا ابني، نحل. تحل بيه يا سيدنا؟ هل حطت هنا يا ابني؟ طب يا سيدنا ده يعني يا ابني باين الجواب باين من عنوانه، هات وري. حلي. تعود أن يدفع ليس الأحباء بل والأعداء أيضا. جاء عدوك فاطعمون. صدقوني اللي بيضطهدني اللي بيتعبني لا يبقى أخذه بالأحضان وأقول له أنا متأسف هدخل الحياة الأبدية على حسابك، أنا متأسف، أنا عايز أتأسف لك، هدخل الحياة الأبدية على حسابك. يقول افرحوا وتهللوا أجركم عظيم. يعني الواحد يشتم يقول يا فرحتي، هو الواجب كده؟ الواجب كده؟ يقول لهم وصية جديدة أعطيكم تحبوا بعضكم كما أحببتكم أنا. حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليهلك كل من. صدقوني الواحد بيتكسف يا جماعة في كلمة تدفي دي، كسف كتدفي دي. يا ناس كتير بسيبها أحيانا، ناس كتير. مش كده يا جماعة ولا مش كتير؟ دور في حياتك كده، شوف الشغل بتاعك بتدفي كم واحد. شوف بلاش الشغل، في الخدمة. خدمة، في الخدمة، في الخدمة. كلام كنت عاوز أقوله مش عارف. بلد عندنا هنا القرية اللي هنا كده 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 كده، واليوم شهر وشهرين. يا ساتر يا رب على المصايب، يا ساتر يا رب. البت دي بتكلم مش عارف مين، والواد ده بيعمل نار يا جدع، نار عليه، مفيش حاجة. امال ايه؟ الموجودين ما يعرفوش يدفوا. ده لا أما أحد دانك امرأة هذه تدفعها ولا أنا دينك. في عزم العزات كنت قلت لها كلمتين، قال لي احسن تتكسف يا ابونا تاخد على خاطرها. يا سلام، يعرف يدفع يا عم، يعرف يدفع يا عم، يعرف يدافع يا عم. قال ان ولد معاه سلحفاه، والسلحفاه دي
طوبى للانسان اللي قاعد في دفي. مش ضروري يكون كاهن، لا مش ضروري، ولا مش ضروري، اي واحد من بره. زمان لما كنا في الطب عندي تمرجي يعني تعبان في مخه، فقال لي اختي عايزه تتجوز، ساعدته. قال لي اختي عايزه تتجوز، ساعدته. اختي قلت له انت معاك كم اخت؟ طلعت اخت واحده، جوزها 5 6 مرات. جاء قال لي اسمه بشرى، مش عارف موجود ولا مات. قال لي يا دكتور امي ماتت. قلت له بس تموت مره واحده. مره واحده ما تموتش تاني. يا صدقوني من غير عظات ولا من غير قداسات، كفايه بس هدفي. قاعد يتخانق معاه انها تطلع، ما رضيش تطلع. ابوه سمع، طلع قال له مالك يا حبيبي؟ قال له مش قادر تطلع وانا عاوز العب معاه. قال له طب تعالى اقول لك، هات الدفايه كده كهرباء، شغلوها مع بعض، شغلوها انا وانت نقعد نتدفى. قاعدين يحكوا، راحت سلحفاه طلعت وراحت وصلتهم. قال له يا ابني الشخصيه الساحره ادفي اللي حواليه فيتلموا عليه. في كثير من الناس فينا اللي حوالينا يبقوا له همنا، يقولوا الشخصيه الساحره ادفي اللي حواليه فيتلموا عليه. فهي ابني كانت بردانه، السلحفاه كانت بردانه يا عيني. اول ما حطنا الدفايه الحاجات جت حوالينا. الرعاية الحقيقية دف اللي حوالينا. ده كورنثوس الأولى 13 تقول إن كان لي حتى أنقل الجبال وليس لي محبة، أنقل الجبال ليس لي محبة نحاسا يطن وسنج يرن، من أطعمت كل أموالي وسلمت جزي حتى احترق. من 1-3 كورنثوس الأولى 13 حتى احترق وليس لي محبة فلن أنتفع شيئا فلست شيئا. هذا بقى الحب، عمال أدف اللي حواليا، أدف اللي حواليا بأي مكان، أي مكان، أي مكان. لما كنا في العالم كان في كثير من اخواتنا المسلمين مرتبطين بيا في الشغل، وكان في راجل مدير بتاع بنك تسليف في ابو طشت كان يقول لمراته بدل فلان مش موجود ما قول اضرب لك نار لغايه ما تولد. نار ايه؟ يخضها قال تولد. ده في اللي حواليا. الرعاية الحقيقية مش الوعظ، مش المباني، مش الأكل، مش لا، ده في حواليا، ده في حواليا. بابا كيرلس ربنا يطول عمر سيدنا بابا تدرس يقول للضبعة اعملها فنجان بن، ولو انت الاخرى تحب البن ايه ده؟ ايه ده؟ وباقي القصه يقول ده كان ذئب مش ضبعه. الذئب ده تعود انه كل اسبوع يروح يشرب فنجان مع سيدنا. قال يا سلام يا سلام يا سلام. ده في واحده قالت لي بعول الهم ان جوزي يكلمني في التليفون. ايه ده؟ ايه ده؟ يا رب سامحني سامحني يا رب. ليه؟ دمه تقيل، ما يعرفش يدفي اللي حواليه. بنت قالت لي معديه في الكورنيش في اسكندريه والدنيا مطره، ده خطيبها رن 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 رن. ولما عديت الطريق رديت عليه باسم الصليب بقى وسامحني يا رب اقولها ومش هقولها تاني. قال لها كنت فين يا هانم؟ لا مؤدب، تعرفش الادب منين؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ قلت لها وبعدين؟ قلت فكيت، قلت لها برافو عليك.
اللي يشتم في الخطوبة يمد يده في الجواز، يبقى مش ملتزم. اللي يشتم في الخطوبة، ما الكنيسة عملت خطوبة ليه؟ عشان يخلي بالهم. اللي يشتم في الخطوبة يمد يده في الجواز، مش ملتزم. طبعا درجات عدم الأدب معروفة، أول حاجة الغيظ، وتاني حاجة الشتيمة. وحط درجات عدم الأدب مد اليد، حتى على القطط والكلاب، حتى على القطط والكلاب. كنت فين؟ قال لي ايه ده؟ ايه الأدب ده؟ ايه الأدب ده؟ قال بدل ما يقولها طمنيني عليكي، اتشغلت عليك، انت فين؟ يقول لها التليفون مشغول لي ساعة وهو 5 دقايق. كنت بتكلم امك؟ الله، طب ما تكلم امها عفريت. قالت لك ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ هي جوازه ولا جنازه؟ ما يعرفش يدفي، ما يعرفش يدفي. ده ابونا ابو بتاع انبا انطونيوس اللي كان اب اعتراف بالاباء البطاركه. المهم كان حاطط الحاجه السوداء تحت عمته، وقالوا لبنته، قالوا لها امال ايه الاسود اللي كانت تحت عم ابونا ده؟ قالت لهم ده طرحه ماما. ابونا مخيل ابراهيم طرحه ماما ليه؟ اصل ماما غاليه عليه، فبعد ما اتنيحت حاطط وكن في كل خطوه يخطوها ابونا مخيل ابراهيم يدفي كل خطوه، كل خطوه يدفي حواليه. يروح يعمل قنديل، يقول له يا الشماس يلا يا ابونا جاء عشان لغايه ما المترو يتحرك. يقول له مش تستنى يا ولد لما نصلوا للمترو. يصلي مين المترو؟ يصلي السواق بتاع المترو. بصراحه بعمل كده انا لما اجي على قطر، احب القطر، بس اروح اصلي اقول ايه؟ جروا وراه 15 عربيه، ايه ده؟ فرضنا حصلت له حاجه. ولما القطر يطلع من اسيوط للجيزه او من الجيزه مره واحده، والترعه جنبك كده، اقول بس نصلي بالجوي. طب فرضنا حصلت له حاجه للسواق، عاوز صلاه، يقول استنى يا ولد نصلي للمترو. ايه ده؟ تعود يدفي كل اللي حواليه من كل الاديان ومن كل الاجناس والحيوانات. كذا مره احنا قاعدين هنا اقول لهم ما تشوفوا يا ابني ما تشوفوا يا ابني القطط اللي بره ماسكه في بعض ليه ده؟ عشان ظلم وحش، ماسكين في بعض القطط. ما تفكهم يا ابني من بعض، اصل بيتخانقوا مع بعض صوتهم متعب. سيبوا يا ابني خليهم يفكوا من بعض. الرعايه الحقيقيه مش اعمل قداس واعمل خدمه واوعى، لا 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 لا. الرعايه الحقيقيه لف اللي حواليا وعدى المترو. طب يلا يلا ابونا نكمل شغلنا يا ابونا. راح واحد جزار من اخواتنا المسلمين قال له ادعي لنا يا ابونا. راح قال له تعالى يا ابني نصلوا للجزار. وقعتك يا ابونا. ادفي السواق والجزار، دفي يا عمي. الرعايه الحقيقيه مش هشتغل كاهن ولا مدير مدرسه ولا وكيل وزاره ولا ادفي اللي حواليا بما فيهم الحيوانات. امال ليه الحيوانات احيانا بتحب بعض البشر؟ زي ابو مجار الكبير، الضبعه جابت له الوليد بتاعها عشان اعمى وراحت ودته له قال، وقعد يدور جه اعمى، راح صلى لها خف. بعد كده راحت جابت له فروه بتاعت خروف، وجلس انبا مقار قدام المغاره يقول للضبعه حرام تسرق الخرفان بتاعت الناس، انا مش عاوز. ايه ده؟ ايه ده؟ بدف الضبعه. طب احنا عاوزين حد يفتحنا عيون الناس العمي، مش الضبعه. يا جماعه ربنا يسامحنا. حكايه التدفئه بالنسبه لنا اللي عنده 2% ولا 3%، ما عندناش بصراحه كتير.
نعرف نوعظ، نعرف نصلي، وبلبل وكروان ويعمل كنايس، وابو والاب في البيت يعمل، لكن مش ندفي كتير، احنا عاوزين ندفي بس. كما كان يجول يصنع خيرا، يدفي الناس، يدفي الناس الموجودين، يدفي الناس الموجودين. الرعاية الحقيقية أدف اللي حواليا، وكل واحد في يده يبقى رعاية حقيقية. وعيب كبير يكون إنسان من غير رتبة كهنوتية يدفي اللي حواليه، وأبو رتبة كهنوتية ما يدفيش. كانت عندنا تيتا تدفي كل الناس، كل الأنواع والأشكال، كل الناس. الوعي الإسلامي جنب البيت، بنت اسمها دعاء عامله كده، قالت لها مالك يا بابا؟ قالت لها اصل مصدع يا تيتا. قالت لها خد اذني وتعالي لي. تروح تجيب لها نوفالجين، شاربها شاي، ولا تاكل بيضه، تاكل فول، وتقعد تيتا ودعاء. الله الله التدفئة، الله كرازة حقيقية. الرعاية الحقيقية هدف اللي حواليا. مش ابقى زي قطة الوالدة مجنون، يا ما اشتم نفسي، مش ابقى زي الكلب السعران. وقال لي خدمة، قال وانا عامل زي الكلب السعران. عارفين الكلب السعران؟ الريبز، اللي هو المرض بتاع الكلب الريبز ده، يمشي جنب الحيطة ويدلدل ودانه ويسير ريقه، اول ما يشوف حد يروح يقول له هو يعضه، يجيب له الريبز، يجيب له السعر. عشان كده لما يعض الكلب لو عارفه يبقى تابعه، لو حصلت له حاجه باخد الحجه، ما حصلوش خلاص. واللي يعض الكلب ده بالطريقه دي بيعمل زيه، يمشي جنب الحيطه ودلدل ودانه وسير ريقه، واللي يشوفه يقول له هو يعضه. يا ساتر يا رب، فينا كتير كلاب سعران يا جماعه، صدقوني كتير قوي. الرعايه الحقيقيه هدف اللي حواليا، مش هبقى زي الكلب. ما الفرق بين الخروف والمؤاخذة والكلب واضح. الخروف ما بيعضش، والكلب بيعض. والخروف ما بيعضش اللي بيعضه، والكلب بيعض اللي ما بيعضهوش. معلش كتير مننا عاملين زي الكلاب السعرانة. الرعاية الحقيقية مش هاخد رتبة كهنوتية، لا امال ايه، لا امال ايه، هدف اللي حواليا، هدف اللي حواليا ايا كان وضعي ايه وضعي. يعني امبروز كان شغال ايه؟ بيع ملح، وكان شغال من دمنهور لإسني. يا سلام، ده طبيعي بين 12 يقول الصدقة أفضل من ادخار كنوز الذهب. يا سلام يا سلام. وصدقة إيه؟ أنا عندي مثلا 100,000 وأنت عندك 100 جنيه واحد، مش مهم في 100,000 وال100 جنيه، لا المهم في الصدقة. أفضل من ادخار ذهب. صدق خلص. الرعاية الحقيقية هدف اللي حواليا. ذهبي الفم يقول الطبيب يداوي والحكيم يرشد، يدي نصيحة. طبيب يداوي والحكيم كذا. الحقيقية هدفي اللي حواليا. الصدقة صدقة. واحد يقول ما عنديش، لا كلنا عندنا. انت مثلا مرتبك 1000 جنيه، طبعا ما فيش حد مرتب 1000 جنيه، في 100 جنيه متوزعها. انت مرتبك 100,000، وزع 10,000 مع ملاحظة ان المعطي المنصور يحبه الرب قد يقبل الله. ال100 جنيه ما يقبلش ال1000. يقول له اصحاب القليل واصحاب الكثير. شوشة القرابين يقول له اصحاب القليل واصحاب الكثير. الاول القليل، الذين يريدون ان يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك هذه القرابين اعطيهم الباقيات. من هم؟ اصحاب القليل قبل الكثير، واللي عاوزين يقدموا ما عندهمش بس عاوزين. يديهم الباقيات، عود الفانيات، سمايات، ارضيات، بيوتهم خزين املاها والخيرات.
صدقة. كلنا عندنا صدقة أيا كان، كلنا. مش حكيت لكم قبل كده على ملوي لما واحد أرخم من القاهرة بيقول يا ستي بتاخدي كام يا ستي؟ قالت له 58 يا أستاذ. قال لها يا ستي قدامي مكتوب 65. قالت مش بدفع منهم عشور. يا سلام، تدفع عشور من اللي بتاخده من أخوة الرب؟ قال يا ربي على الملايين اللي على قلبي يا ربي. ده القديس أمبروسيوس يقول الله لا يحاسبنا على ما نعطي، على ما نبقي. عندك مش عارف كم مليون وطلعت على ما نبقي. قال يا وجعتي يا ربي على الملايين اللي على في قلبي. صدقة أكتر، أفضل حاجة ده في الصدقة. قيل إني درجة دكتور، واحد دكتور، قصص حقيقية يا جماعة، بقول من القصص الحقيقية. واحد دكتور لقي جاره جنبه راجل كبير كده واجتماعي وحلو كده يعني، حاطط في العربية بتاعته من ورا علب شوكولاتة، علب شوكولاتة. قال له على فين يا جار؟ قال له معايا، مش هتيجي معايا؟ قال له تعال بس ما نتأخرش. قال له مش هنتأخر. قال وقف عندي حتة كده، خبط على الباب، طلع عيال صغيرين قالوا عمو بتاع الشوكولاتة جه، عمو بتاع الشوكولاتة جه، قدام شوكولاتة. وقف عند حتة تانية كده وراح واحدة طلعت قالت له ربنا يبارك لك، ودعت له كده. بقى هو ما جاي راح قال له بقول لك ايه حكاية الشوكولاتة دي؟ طب ما انت ما تديهم فلوس يجيبوا اللي هو عايزينه. لكن ايه موضوع الشكل؟ قال له اصل انا بحب الشوكولاته، وافضل صدقه تعملها من الحاجات اللي بتحبها. قال له هات علبه كده من الشوكولاته، لان جاب العلبه، فات علبه اللي جواها شوكولاته وجنبها فلوس. يقول وفرحوا لكي يفرحك الله الرب إلهك، وفرحوا لكي يفرحك دفي. الرعاية الحقيقية دف اللي حواليه. قال له الحديد بالطن والفاكهة بالكيلو ومش عارف، والذهب بالجرات وبالجرام، والحب بالشوكولاتة. شوكولاتة. العيال الصغيرين يحبوا قوي الشوكولاتة، ويمشوا ورا اللي بيقول له قطع وعلى شوكولاتة. غالبا ما فيش حد ما بيحبش الشوكولاتة. دفي. الرعاية الحقيقية دف الحالة، دف الحالة. أشوف عيال بيتعبوا واشيله له، على الأقل أشيله معاه. هو سمعان القيرواني شال حاجة من ربنا يسوع المسيح ولا حاجة، كان حاطط كتفه بس، لكن شكله شايل الصليب مع ربنا يسوع المسيح. الرعاية الحقيقية أدف اللي حواليا وشيل آلامهم. وإن أطعمت كل أموالي وسلمت جسدي حتى احترق وليس لي حبة فلن أنتفع شيئا. الصدقة أفضل من ادخار الذهب. صدقة خير من ادخار الذهب. صدقة كل واحد فينا في يده يعمل الصدقة بتاعته، في يده، في يده. ده في افتكر ولد طفل صغير جاب لي الحصالة بتاعته، قلت له طبعا يعني فيها 100 جنيه مثلا، بس تجي لها جو من الفضة. قلت له ايه دي؟ قال له اخوة الرب. اخوة الرب قاعدة عندي جو. اقول له اخوة الرب، كل ما اكون عاوز حاجة لاخوة الرب اروح اطلع اخوة الرب. طبعا قدمت كل ما عندها افضل من كل ما قدموا. الست بتاعت الارمله بتاعت الفلسين قدمت كل اللي عندها
وكتب عن أنبا إبراهيم إن كان يلقي كل اللي عنده، يدي كل اللي عنده، كل اللي عنده. أيام البابا كلوس الخامس راح اشتكوه الأراخنة، قالوا بيعمل إيه في الفلوس تحت البروشية؟ بيبدد أموال البروشية، بيوديها فين؟ بيحطها فين؟ ما بيدبرهاش حسنا. ولا عند الجلايه بتاعت البابا كلوس الخامس. بابا كلوس الخامس عنده في الجلايه بتاعته حته كده في الشباك عامل شعاع النور كده، شعاع من الشمس كده، راح جاب الشال بتاعه ورماه على الشعاع، راح قاعد وقف. وسلم على سيدنا وقال له تأمرني يا سيدنا؟ قال له ولا حاجه، بطمن على صحتك. ولا حاجه، طمن على صحتك، صحتك صدقه دفي. ابراهيم البراوي الواد ده دوخوني النهارده خلاص، طب يشكر عشان يدفوا. ابراهيم البراوي راجل قديس، هو ماشي في كروت بيه كده، راحت واحده من الستات بتوع اي كلام بتوع الهوا دول بس مصر، قالت له اتفضل يا ابونا. قال لها متشكره يا ست. اتفضل يا ابونا. يدخل فين؟ ده انا لو قالت لي اتفضل يا ابونا تجيني صدمه عصبيه قبل ما ادخل. قال لها شكرا يا ست. قالت له عشان خاطر المسيح لا تيجي يا ابني. راح دخل. تشرب ايه يا ابونا؟ قال لها مش عاوز اشرب، عاوز يمشي. لو حياة المسيح لا تشرب، اشرب مش عارف ايه. شافوا واحد من الاباء المطرنه راح للبابا قال له ينفع ابونا ابراهيم يدخل عند الست الزانيه؟ يا هي الرعايه الحقيقيه ان ابني كنيسه لا 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 دفي. ما يهمنيش انا، يهم اللي حواليا. بالتالي لينا فيديو كفايه عليا، سعاده اللي حواليا انا مش ضروري. انا اعمل ايه بالسعاده؟ كفايه كده، وناقصني ايه؟ قال له ينفع ابونا ابراهيم الست تقول لك عشان خاطر المسيح تروح تدخل؟ قال له ما قالت عشان خاطر المسيح يا سيدنا. قالوا طب الواد بيرش ميه كده، قول عشان خاطر المسيح وقف الميه. قال اقف يا ميه، راحت وقفت. قالوا طب روح، مشي. راح الواد قال له يا سيدنا هاتوا الميه واقفه فوق عشان ننزلها. باسم المسيح نزلت. الرعايه الحقيقيه مش اوعى توصل له قداس، لا يا حبيبي امال ايه؟ لا صدقوني يا جماعه ما هنكفي لو الواحد عدى على كل بيت على كل مكان عشان يدفع، مش كفي، يجيب وقت منين؟ ليه؟ الناس بردانه، الناس بردانه، حافظين الحان وحافظين قداسات وحافظين، بردانين يا ابوي. حق قال ده الناس حطأ من الاكتئاب. ده بنات هذا مقدارها فوق ال 36 و 37، وشباب فوق ال 40 والاربعينات، وناس متجوزين جايبين عيال، وناس متجوزين ومش عارفين يعيشوا، وناس مش عارفين يتعالجوا، وناس مش عارفين ياكلوا. على رأي أسرة قالوا لي نسينا شكل اللحمة، أسرة تانية قالوا لي ما فيش حاجة اسمها فواكه في البيت. فواكه يا واحنا خدمتنا ايه؟ انا عارف الواجب ندفي. ايه حكايه القداس؟ ما كلها بتعمل قداسات. بصراحه نفسي اتخصص في القصه دي. قصه ايه؟ ادفي. الرعايه الحقيقيه تتفات اللي حواليا، وكل واحد في يده انتشر. دفي اللي حواليه، يشيل هموم اللي حواليه، يشيل معاهم، يشيل معاهم، يشيل معاهم. الصدقة أفضل بكثير من ادخار الذهب. إن أطعمت كل أموالي وسلمت جسدي حتى احترق وليس لي محبة فلست أنتفع شيئا ولست شيئا. ولهنا المجد أبديا آمين.